اهلا بيكم. النهارده هنعمل مراجعه للسماعه الانكر الاير 2. سماعه الانكر الاير 2 الناس كتير جدا جدا سالتني في كل الكومنتس هي ولا الاير 2؟ يسالني انزل اي سماعه، انزل شاومي، انزل ريلمي، انزل اي براند، يقول لي هي ولا الاير 2؟ هي الاير 2 يا جماعه. هنشرح تفاصيلها واقول لك ايه المزايا اللي فيها والعيوب، وطبعا عشان تعرف اذا كانت مناسبه ليك انك تشتريها او لا. بس طبعا قبل كل ده ما تنساش تعمل لايك وشير عشان نبدا الفيديو وعشان يوصلك كل جديد. يلا بينا. اول حاجه الانبوكسنج بتاعها زي ما انتم شايفين في الجنب كده، بس طبعا انا ما بيبهرنيش الكلام ده. ليه بقى ما بيبهرنيش الكلام ده؟ في الاول وفي الاخر دي علبه يعني هي حلوه وحركه وبشياكه، بص وتفتح كده تلاقي علبه، بس هي في الاول وفي الاخر انا يعني اهم حاجه عندي السماعه. انا هدفع فلوس عشان اخد سماعه مش هاخد العلبه. طيب فتحنا السماعه، فتحنا سوري العلبه، طلعنا السماعه الجميله الرقيقه الوحش بتاعنا. تمام. طبعا ده بعد الايه يعني الانبوكسنج ده يعتبر متاخر، لان انا مش انبوكسنج او ده كده وكده، لان انا جربت السماعه فتره عشان اقدر برضو احكم عليها، مش بس الاراء بتاعه انكر او راي انكر نفسه الموجود على الويب سايت بتاعهم، ما باخدش بيه قوي يعني، لازم ان انا ايه اشوف بنفسي. طيب ايه اكتر حاجه بحبها في انكر بقى؟ الموضوع ده يا جماعه بصوا كده، يعني دايما انكر وصلة الشحن طبعا كل البراندات بتعمل ده، موضوع التبات. بص حاطين لك كام حجم التب، لان هو عارف وفاهم ان انا عايز ادي استخدام كويس، عايز ادي لك جوده وكواليتي عالي، ففي المقابل لازم اديك مقاسات تب، لان مقاس ودني غير مقاس ودن حضرتك غير مقاس ودن مثلا بنت لو هتستخدمها، فبالتالي هحط لك كل المقاسات عشان خاطر السماعه تبقى مريحه معاك. طيب خلينا نخش في الشرح. برضو ما اغرتنيش وهقول رايي بكل صراحه. اولا عايز اقول بس حاجه على موضوع الاير 2، ان هي يعتبر من السماعات النادره، او يعتبر هي الوحيده في مجموعه او في سلسله انكر اللي بالسعر ده وموجود على الابلكيشن، لان انكر مثلا حاجه زي الار 100 او البي 2 اي الحاجات دي ملهاش على الابلكيشن وجود. يعني انت لو معاك ابلكيشن انكر وبتحاول ان انت تستخدم السماعه عشان تظبط ايكولايزر، تظبط اي حاجه فيها، ده مش موجود، لكن موجود في السماعه الاير 2، وده يحسب لها، ودي يعتبر اول جود بوينت ليها. تاني حاجه انا بحب السماعات السوداء المط اللي البصمات ما بتبانش فيها، يعني بص يعني ايه البصمات ما تبانش. عاجبني برضو موضوع الثلاث لمبات اللي هو بيبين الشحن او بتفتح كده، بص يبين لك الشحن فاضل فيها شرطتين، يعني حوالي 70%، مدخل تايب سي وزرار ريست عشان لو عايز تعمل ريست للسماعه. خد بالك عشان انت اول ما تفتح السماعه هتحس في حاجه غلط، هتلاقي فرده شغاله، فرده بتفصل، فرده واحده شغاله لوحدها، لا اعمل ريست اول ما تفتحها عشان خاطر لو فيها مشكله تظبط على طول. بص الديزاين من جوه شكله شياكه. منظر السماعه طبعا مش هعمل لها اختبار ثبات لان هي مش محتاجه اختبار ثبات، اهي السماعه سماعه هوك، اكيد اختبار الثبات بتاعها وحش، فده مش ايه يعني ايه مش ملوش لازمه يعني. العزل بتاعها ممتاز، تجربه الصوت بتاعتها ممتازه. المزيكا هي في تجربه المزيكا يا جماعه اختراع. اولا لحاجتين، اول حاجه السماعه نفسها كويسه، تاني حاجه السماعه جوه الابلكيشن بتاع ساوند كور انت بتختار المود بتاع المزيكا، وبتختار اذا كان بيز، بتختار اذا كان روك، ده كله من خلال الابلكيشن. ممكن تظبط الايكولايزر بتاع السماعه انت اللي تكستم الحاجه اللي انت عايز تسمعها، فده مفروغ منه. وتجربه المزيكا انا بقول لك عن تجربه وببصم لك بالعشره، خدها وانت مبسوط. لكن تجربه المكالمات انا يمكن ما حبيتش اعمل تجربه مكالمات زي ما كنت بعمل في كل فيديو، لان شايف الموضوع نسبي. انا ممكن اتكلم في السماعه، انا احس ان السماعه بالنسبه لي يعني انا برضو حتى لو قلت لك المكالمه في الفيديو فانت هتبقى سامعها ماشي، بس انت برضو ما وصلتلكش احسن حاجه. فانا هقدر اقول لك تقييم انا الشخصي، السماعه مش احسن حاجه. انا عارف ان انا صدمتك، بس السماعه مش احسن حاجه. يعني لو انت الهدف من السماعه دي لو الهدف من السماعه دي انك جايبها عشان مكالمات فحت كده، فانت هتلاقي الناس بتقول لك صوتك مكتوم. الكومنتس اللي جات لي صوتك مكتوم، في صدى صوت، انت لابس سماعه، عارف انت تبقى دافع فلوس 2000 جنيه وفي الاخر حد يقول لك انت لابس سماعه، ما انا اكيد جايب سماعه عشان البس سماعه. لكن انا بالنسبه لي تجربه المزيكا والجيمنج والشحن يعني 11 من 10 ابقى ظلمتها. اول ما بتفتح الابلكيشن، والابلكيشن زي ما قلت انا لازم اعمل له حلقه لوحده، الابلكيشن انكر عامه ساوند كور، لان الابلكيشن جوه يا جماعه فيه شويه حاجات واختراعات رهيبه، وناس كتير انا وعدتها فعلا بقى لي فتره ان انا هنزل شرح ابلكيشن ساوند كور عموما، وانا ان شاء الله في اقرب وقت. طبعا فيها الهير اي دي جوه، فيها 4 مايك، في كل سماعه فيها 2 مايك، فيديك تجربه صوت زي ما قلت رايي فيها. يعني ده بيقولوا ان هي فيها 2 مايك، فانا جربت فيها 2 مايك، بس تجربه الصوت زي ما انا قلت اديها 7 من 10. الغريب بقى انها طلعت بتشحن وايرلس، يعني سماعه ب 1800 جنيه ولا ب 2000 جنيه بتشحن وايرلس يا جماعه. الموضوع ده غريب جدا يعني. فكرتني بالسماعه اللافينتو اللي ب 1200 جنيه وتشحن وايرلس برضه. سماعات لوحدها بتقعد 7 ساعات، لكن جوه الكيس بيقعدوا 28 ساعه.
جباره. انت تنسى اصلا ان انت شاحن السماعه، انت ممكن تستخدمها يومين حرفيا 3. انا كنت بستخدمها يومين 3، اجي مثلا وانا راكب عربيه كده افتكر ان انا من يومين شحنتها، فانا محتاج ان انا احطها في الشحن. IPX5 بتقاوم رذاذ الميه والعرق، الكلام ده كله لطيف. التبات بتاعتها شكلها حلو، والملمس بتاعها حلو، الديزاين امور. يعني في الالعاب باد اكسبيرينس، في الالعاب فيها لاج بسيط، بس بقى الرائع فيها ان فيها ريدكشن، يعني اول ما بتشيل السماعه بتعمل بوز، ودي بالنسبه لي انا بحب السماعات دي. طبعا مش هقارنها بالسامسونج. السامسونج بادز برو 2 كانت مجرد ما بتكلم معاك كده الصوت يوطى، هي اوتوماتيك توطي الصوت، لكن سماعه في الرينج ده فهم عملوا الحاجات الحلوه اللي فيها. بس برضو خليني اقول لك، هو مش هيديك كل حاجه، يعني مش هيديك جوده بطاريه، جوده ميوزك، هيديك حاجه ريدكشن، هيديك وايرلس تشارجر، هيديك كل ده ب 2000 جنيه. يعني برضو لازم يبقى في حاجه فيها جاب. انا قلت وجهه نظري، لكن ممكن السماعه بالنسبه لك تبقى مرضيه. يعني انت لو طبيعه شغلك او طبيعه استخدامك في السماعات مش في مكان دوشه، او مش في مكان بيبقى زحمه قوي، او ما تبقاش في شارع على طول، هتبقى هايله جدا. في بيت وفي عربيه ازاز مقفول الكلام ده تبقى ممتازه ممتازه. في الشارع يبقى في شويه نويز كده، ما بتعزلش الضوضاء، يعني ما بتعزلش الضوضاء وانت بتتكلم. ده رايي باختصار في سماعه الاير 2. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير. باي.